الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالصحة أيها الإخوة كما قيل تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. والصحة أيها الإخوة نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل. تسأل الواحد منا كيف حالك، يقول الحمد لله، الأمور ماشية، الأمور ماشية. أنت بصحة وعافية، أنت بنعمة عظيمة، أنت بنعمة هي أسمى ما يتمناه أهل البلاء. أيها الإخوة، معنا اليوم أخ فاضل من إخواننا ابتلاه الله عز وجل في صحته، فصبر على بلائه وشكر، صبر وشكر بفضل الله عز وجل. نلتقي مع الأخ سعد أبو الخير أبو حسام، أسأل الله أن يمن عليه بالعافية، لنسمع منه ما حصل معه ولنشعر بنعمة الله عز وجل علينا. حياكم الله أخي أبو حسام. الله يحييك يا شيخ. السلام حياك عليكم الله. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله الله وبياك. يحييك يا شيخ. والله أنا اليوم أتشرف بلقائي فيك وجلوسي معك. الله يحفظك يا شيخ. الله يسلمك الله ويبارك يعزك ويبارك فيكم. فيك. حياكم الله يا شيخ. أبو حسام، أنت كنت مثلي ومثل أي إنسان عادي من أهل العافية بفضل الله عز وجل، تمشي على قدميك وأمورك بخير الحمد لله. نعم. شو اللي حصل معك بالضبط؟ الله يبارك فيك. بسم الله والصلاة والسلام على محمد وعلى أصحابه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. سبحان الله يا شيخ، شفت أنا كنت جارك في الحارة. إيه نعم. كنت تشوفني على طول. سبحان الله، منذ فترة تقريبا أقل من سنة كنت في اسطنبول بعد الزلزال الذي حصل في تركيا. نعم. فأمي في حمص، أتت إلى إدلب. نعم. والله تكلمت معي، قالت لي بدك تنزل؟ قلت لها نعم. والله سبحان الله، من اسطنبول للريحانية لسوريا. نعم. نزلنا والله، شفناها وسلمنا عليها، قبلنا يديها، قبلنا رجليها. هذا الكلام أنا إلي ما شفت أمي 10 سنوات. سبحان الله. إي نعم، 10 سنوات إلي ما شفت أمي. والتقينا أنا إلى أخ كمان كبير وأخ أكبر مني، 3 أخوات. التقينا كلياتنا سبحان الله، الحمد لله رب العالمين، بفضل الله عز وجل. وسعدنا والله باللقاء كثير. سبحان الله. 10 سنوات ما شايف أمي. سبحان الله. فقررنا نذهب إلى المزرعة، ناخذ مزرعة ونذهب إليها. والله استأجرنا مزرعة سبحان الله العظيم نهار الجمعة، مثل ما بيفعلوا كل السوريين. نعم. والله يا شيخ، عم نسبح، ففي فوق المسبح في مثل دالي. نعم. والله طلع أخي الكبير نكس عليها ونكست. أنا أول مرة سبحان الله نكست مرة أخرى، بس ولكن كيف نكست؟ ما نكست هيك، نكست هيك. أيوه. فجيت على راسي. لا حول ولا نعم. قوة إلا بالله. لما جيت على راسي، جيت ضربة على راسي، لا صوت هيك. سبحان الله العظيم. هون أنا طلعت، بس هون إجرين من ملات أخي الأمامي الكبير أبو وليد اسمه، الله يحفظه. آمين يا رب. فعم بيطلع فيي مثل متفاجئ، بتفاجئ وبضحك انه شو بك؟ الدم عبى وجهي كله، ملأ وجهي كله. فقلت له اخي ما عم تحرك اجري بنوب. الله أكبر. قال لي بنوب؟ قلت له لا. فسحبت حالي على المسبح، حديد المسبح، شوف كل مسبح له حديده. سحبت حالي على المسبح وعلى السلم. شالني اخي ومعي اخي الثاني وفي صديقنا، حطونا على السداجه. هون اخي الكبير بيعرف في هالامور، يعني عنده خبره بالامور الإسعافية يعني. الاصابات والامور الاسعافيه. عمل لي حرك اجريك، عمل لي والله ما ادري يا اخي، منملات. الله اخي أكبر. متفاجئ وصار وجهه اصفر. اخي الكبير اللهم بارك، جثي يعني كبير، جثي ولاعب حديده، لا اجسام. فشالوني على السياره. وين الشاهد؟ انه اقول لك هيك، لما اخي عرفان شو فيني، بس اخي الثاني ابو مالك ما بيعرف شو فيني، بس انه بيعرف انه مثلا في جرح، في كسر، في اي شيء يعني. صار انه في هالاصابه القويه. الله. فلما شالنا على السيارة أخي ما عاد يقدر يشيلنا. أخي فلتت أعصابه، وجهه أصفر، وطول يعني كل 5 دقائق يقول لي حرك أخي حرك، يقول لي والله ما أقدر يا أخي. قطع الحركة تماما. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيوة سبحان الله. فلما طلعت أنا شالني بالسداجي، الحمد لله كان الإسعاف صحيح يعني. أخذوني إسعاف سبحان الله. وصلت على المشفى، وبالإسعاف عم ينتظر الدكتور ليجي. فسبحان الله ما يجينا غير حديث النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح وما شيخ من أصبح منكم آمنا في من سربه أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في جسده، في بدنه في بدنه، عنده قوت يومه. عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الله أكبر.
سبحان الله يجينا شعرت يعني. بهذا الحديث أنا تماما، على طول بقرأ الحديث هذا، لكن الآن شعرت فيه. شعرت فيه، شعرت الله أكبر. بكلماته، شعرت إنه يعني لازم يعني ما بعرف، شعور غريب جاني. المهم بس على طول ببالي قال النبي صلى الله عليه وسلم، على طول ببالي. فاجى الدكتور والله فوتوني على العمليات. عملت العملية الحمد لله كانت ناجحة، طلعت من العمليات بالليل الساعة 12، فأنا فقت يمكن ثاني نهار. أنا فقت قلت يعني كسر يعني، مستحيل يصير معي هيك. أنا الله ما أكبر. متوقع، حتى يعني زوجتي ما متوقع، أمي ما حدا متوقع، الله يعني أكبر. ما كنت متوقع. تمشي على رجليك ما مش على جري. في لحظة. قبل بدقائق من الإصابة كنت عم تصارع أنا وأخي بالماء. الله خد أكبر. بالك، الله عم أكبر. تصارع أنا وياه، نتسابق أنا وياه بالمسبح بدقائق. إذا لحظات انتقلت لا حياتك من حالة لحالة أخرى. شيخ، الحالة الأخرى اللي انتقلت لها أنا ما عاد أقدر أتحرك. أنا هلا قاعد على الكرسي، قبل شهرين ما أتحرك نهائيا، شهرين ما أتحرك. شهر ما نمت الله كامل. أكبر. فلما صحيت من العمليات قال أخي كبير لي الحمد لله العملية نجحت، كان في كسر برقبتك كذا. قلت له إجري، ما عاد أذكر شو تكلم، بس ما قال لي شيء يعني. سبحان الله أجي لعند الدكتور، أتت أمي كمان، قال له ابنك ما عاد يمشي. إنا لله وإنا إليه أنا راجعون. هون لي 10 سنين شفت أمي، أمي هدت أركاني وقعت. 4 سنين. فسبحان الله قلت له نهائيا، قال لا. ما يعني شو بدي أقول لك، ما بعرف. يعني هو شعور يعني صعب جدا، لأنه أنا كنت قلت شو قلت، قلت في نفسي عم تراود نفسي يعني. شهر، اثنين، ثلاثة، كسر برضه 4 أشهر عادي. بس إنه أنا مثلا أدخل قسطرة مثلا بولية مشان مثلا بوي، الله أكبر. ما تخيلت هالأمر أنا نهائيا. والله سبحان الله عملت أول عملية، وعملوا لي الثاني عملية بعد 10 أيام تقريبا. شفت كنت عم تواصل معك تكلمني وكلمك. نعم. فلما عملت العملية الثانية راح صوت على الآخر. إيه سبحان الله. فهون إنه خلاص عرفت إنه أنا يعني متأذي عند النخاع، أكل كدم من النخاع. وعند الفقرة السابعة ما مكسورة شيخ، مهدومة هدم يعني، شايلينها الفقرة السابعة وحاطين بدال سلندر وبلاتين. الحمد لله رب العالمين على كمال النعمة، الحمد لله رب العالمين على كل حال. اللهم لك الحمد يا سبحان رب. الله يا شيخ. فأنا هون شو قلت يعني علاج في، انا هون ما بعرف اي شيء يعني بهذا الامر، علاج فيزيائي كذا، ما عندي اي فكره عن الموضوع كلياته. فون بلش عاد سبحان الله، جبت الوكر، صاروا يجلسوني، كل ما جلس دوخ. اول فتره شيخ انا شهرين ما نمت. الله أكبر. فبعدها يعني سبحان الله تأقلمت شوي 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 شوي. بس انا هذا الكرسي بكرهه، ما بحبه. لا حول ولا قوة اي إلا بالله. والله، والله ما بحبه. الله يغنيك عنا يا أبو حسام. الله يغنيك عنا يا أبو حسام. أبشرك بقول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب. ان شاء الله. والدنيا هي لا زوال. يعني الآن اللي بيعيش بحياته سعيد ومبسوط ومرتاح طول العمر بده يجي الموت وانتهى الأمر، واللي بيعيش من أهل البلاء بده يجي يوم القيامة يجد أجر عظيم جدا جدا جدا، يفرح. وهنيك ذيك البقاء. هذه الدنيا إلى زوال. وجاء في الحديث كما تعلم أن الله عز وجل يأتي بأسعد أهل الدنيا لكن من أهل الشقاء والعياذ بالله. يغمز غمسة في جهنم، فيقال له: هل رأيت خيرا قط؟ يقول: يا رب وعزتك ما رأيت خيرا قط. ويؤتى بأبأس واحد في من أهل البلاء في الدنيا من أهل الصلاح، لكن كان مبتلى وكان فقير وكان يغمز غمسة في نهر الحياة. يقول له الله عز وجل: هل رأيت بؤسا قط؟ وعزتك ما رأيت بؤسا قط. ننقلب الموازين في الآخرة يا أبو حسام. أنا أسأل الله أن ربي يعافيك في الدنيا والآخرة، أسأل ان الله شاء لك الله ما ذلك، يعني. أسأل الله لك ذلك. فسبحان الله وانا استشعر ايات الله عز وجل. شفت يعني احنا بنرقد بالدنيا كرقد الوحوش، الله. بنلحق. فصرت استشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم. انا على فكره كنت يعني طالع من سوريا مسافر على شغل برات خارج تركيا. شو الله عز وجل قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت. فسبحان الله، انا قبل ما انزل كنت انا عم اتمرن حديد، ومشان البنيه العضليه ومشان النشاط ومشان كذا. هلا عم اتمرن مشان اقدر اجلس حالي او الله اجلس او الله اقعد. الله الله. أنا ما بقدر أتحرك من أسفل بطني لتحت. ما في حركة. لا، فاللي عندي الجذع، أنا لما بجلس ما فيني أقعد مثلا متوازن هيك مثلا.
الحمد لله عم تحسن بفضل الله عز وجل. اللهم لك اللهم لك الحمد، الحمد. اللهم لك الحمد. بس سبحان الله، شوف الفارق يعني. انا عم اتمرن مشان البنيه العضليه، مشان احسن من لياقتي، الآن لتمرين مشان بس اقعد. أحسن أقعد، بس أقعد. الحمد لله رب العالمين. طيب أخي أبو حسام، الآن بدي منك توجه رسالة للإخوة المشاهدين. الآن كثير من الإخوة الآن يتنمرون، يتذمرون من حياتهم، يقول لك يا أخي والله تعبانين، والله ما في شغل، ما معنا مصاري، ما معنا مال، ما معنا. هو طبعا بصحته وعافيته، بكمال الصحة والعافية، لكن بشوف ضيق ذات اليد بيتذمر. شو بتقدم نصيحة لهؤلاء الأصحاء الذين يتذمرون من حال حياتهم المعيشية؟ توجههم رسالة، الله يبارك فيك. والله يا شيخ، اقول لهم العافيه نعيم مترف، الله أكبر. فعين ترى واذن تسمع ويوم هنيء، فالحمد لله على الله كل حال. الله فاذا سالنا عن حالك، ما حالك؟ يقول الحمد لله لا جديد، ونحن نتقلب بنعم الله. الله والله أكبر. نتقلب. سبحان الله. أنا هذه كمان الأمر إمتى استشعرته؟ منذ كم يوم. كنت في جامع صبحي، نعم. نزل أخي مالك صلى، ما قدرت أنزل. الله الله. والله ما قدرت. هذه رسالة أهل العافية أيضا الذين يزهدون في صلوات الجماعة. ما قدرت. شفت أنت يعني، أنا وين تعرفت عليك؟ في المسجد الحمد لله. ما قدرت. فتخيل يعني، هاي بس مسجد، فما بالك مثلا بالأمور الثانية، الخلاء، نومي. فالحمد لله عم لك يا شيخ، يعني الحمد لله رب العالمين. لازم نحمد الله عز وجل في السراء والضراء، لازم. اللهم لك الحمد. الحمد اللهم لله لك رب الحمد. العالمين. شو أسأل قال الله يبارك شيخنا فيك. الحبيب؟ شو قال الشاعر؟ قال سيغني الله عن بقرات زيد، ويأتي الله لفرج القريب. سبحان ما الله. بتعرف والله، بين الحين والآخر يمكن حظك ومشي. بإذن الله، إن شاء بإذن الله هذه الله، بشارة يعني من الله عز وجل. بإذن الله. والله ليس الله ذاك بعزيز نهائيا. وأنا أطلب الآن من إخواني المشاهدين جميعا، لا تنسوا إخوانا من دعوة صالحة بارك الله فيكم، حياكم الله. دعوة في جوف الليل بارك الله فيكم، من كان منكم يقوم الليل. أسألكم بالله لا تنسوه من دعوة صالحة بارك الله فيكم. دعوة في جوف الليل، ما ندري دعوة من تستجاب، ما ندري، وما ذلك على الله بعزيز. إخواني هذه رسائل سمعناها من أخونا أبو حسام بارك الله فيه، وأسأل الله أن يمن عليه بالعافية. إخواني يعني محروق قلبه أنه ما أحسن يدخل على المسجد صلى برا. يا من متعك الله بالعافية وأنت تسمع الأذان كل يوم 5 صلوات وتزهد في صلوات الجماعة، أنصحك لله اغتنم 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 بارك الله فيك، اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم صحتك قبل مرضك، اغتنم حياتك قبل موتك، اغتنم بارك الله فيك. إياكم أن تفرطوا في هذه الحياة الدنيا، اغتنموا كل لحظة من لحظات حياتكم يا إخواني، كل ثانية لا تضيعوها بارك الله فيكم. يا من متعكم الله بالصحة والعافية، احمدوا الله عز وجل على نعمه، فهذه نعم لا تعد ولا تحصى، والله لا تعد ولا تحصى. أخونا أبو حسام كلمني قال لي أنا غاية ما أتمنى، أنا غاية ما أتمنى أن يكون عندي خيمة وباكل خبزة وزيتونة بس بمشي على رجلي. قال هاي غاية ما يتمناه، وهي هذا الغاية ما يتمناه موجودة عند كثير منا لكن لا يشعر بهذه النعمة. أسأل الله أن يمن عليه بالعافية، أسأل الله ذلك، وما ذلك على الله لك بعزيز. حسام، حسام صديقي، حسام. الله يرضى عنك يا حسام، تعال حسام تعال. تعال بالشيخ، تعال. هذا حسام البطل، الله يرضى عنك يا حسام. أنت تدعي لبابا يا حسام؟ الله يمن عليه بالعافية يا رب، الله يمن عليه بالعافية يا رب، وما ذلك على الله بعزيز. تعال تعال. روح عند أبوك الله يرضى عنك. الله يجزيك خير يا أبو حسام، الله يبارك فيك، وأسأل الله إن شاء الله اللقاء القادم بإذن الله تكون ماشي على رجليك، أسأل الله لك ذلك، أسأل الله لك ذلك. أنا بشكرك باللقاء هذا الطيب، وأسأل الله أن يكون هذا اللقاء محفز لكثير من الإخوة حتى يشعروا بنعم الله عليهم. نعم. وأنا منهم طبعا، لا أكلم الناس فقط وأنسى نفسي. أسأل الله أن تكون موعظة لي قبل الآخرين، أسأل الله ذلك. اللهم آمين. جزاك الله خير أبو حسام، الله يبارك فيك. أستودعكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.